شاف طارق شغال عند بتاع الكاوتش اللي جنب المدرسه ده. طيب يا جماعه هو طارق شكله فعلا هو اللي هناك ده. وانا دلوقتي هحاول اخش اللي انا استاذن من الراجل بتاع الورشه اللي انا اخد طارق استاذنه في كلمتين. دلوقتي هشوف تنيك انت واقف هنا انتبه لاني مش عاوز اللي هو يعرف يفتح وشه. لا اتكلم هنا، ايه المشكلة؟ اتكلم. المشكلة الرجالة خاطف عيل صغير وعاوز 750,000 جنيه عشان يسيب الواد ده. عماد ابو الرجالة؟ ايوه عماد. عايزين حد يقف قدامه ولا غير؟ انت اللي هتقف قدامه. ده ماسك نفسك ليه يا سعيد بيه يا سعيد؟ طب تعالى بس نتكلم بقى. مين عماد ابو الرجالة دي يا ابني؟ انت تعبان؟ انا بيني وبينه حكاية وبيني وبينه حوار. انا لو حطيت في مقارنة بيني وبينه لا موته ولا موتني. انت عايز مني يا سعيد؟ عاوز انت اللي هتقف قدامه، انت الاثنين شغالين مع بعض، انت اللي هتقف قدامه. يا باشا مش هينفع دينه قدام الواد دون واتكل على الله سعيد عشان احنا في ورشه تاكل العيد. يلا يا عم. خلصانه يا طارق هكلمك على مش هنا تاني يا عم. طيب يا جماعه دلوقتي احنا رجعنا تاني لعماد ابو الرجاله. انا اللي رجعت لوحدي تمام، ومعايا متولي اللي مسك الكاميرا. هحاول ان انا اخش له تمام، اللي انا يعني احاول اقنعه بقدر الامكان او نحاول نجند اي حد من رجاله عماد يعرفنا مكان الواد وياخد فلوس قليله بس ناخد الواد تمام. دلوقتي احنا بنعمل الفكره ديت وربنا يستر تمام عشان نشوف احنا هنعمل ايه حرفيا، لان ايه هنحاول نعمل بس خطه كده ويا رب تنفع، يعني زي ما رسمناها يا رب تنفع. تعالى طيب شويه كده هنا انتوا التليفون يا باشا بقول لك ايه، انت شايف قدام حوار كل شويه بنيجي هنا ونتضرب ها على حوار مش حوارنا ها. يبقى ايه يا ابني اللي جايبك قبل ده انت عاوز تخش له؟ احنا عاوزين نعمل حوار لان احنا كده اتدبسنا في الحوار وعاوزين نضرب صغير. شايف ابوه دلوقتي بقى عامل وانت ازاي؟ مالك راجل كبير ومش هينفع. انت مالك؟ يا عم انا مالي ازاي بقى؟ ما هو حطيت دلوقتي بقى في الحوار ما حطيتش ولا حاجه، المفروض اصلا ما تفكرش انت في الكلام ده. ما تزعقش عشان ما يزعلكاش. طب اسمع بس دلوقتي يا عم هرميك 150,000 جنيه في الدنيا واحد. قلت ايه؟ يا ابني انت تعبان يا ابني. طب اخليهم 200 وده اخري، دول اللي موجودين 200 وهتستغرب لي الواد ومش هتفهم من ناحيتك انت. عرفني بس مكانه وانا هنزل على هناك، وعرفني اللي هناك كام راجل وانا هنزل واخد الواد. هبقى عامل احتياطاتي وهديك 200,000 جنيه بس اخد الواد. كنت هخش للمعلم. مش المعلم؟ موافق ولا لا؟ موافق؟ طب ايه بقى دخلنا للمعلم بقى؟ خش بس للمعلم. هتكون ولا ايه؟ هتغدر ولا ايه؟ بقول لك يا عم معلم ليه؟ طب انا هخش احل مع معلمك طالما انت مش راضي. قلت لك 200,000 جنيه هتاخدهم على طول. معلم 200,000 جنيه هتاخدهم على طول يا ابني. الواد جه تاني. يا ابني 200,000 جنيه هتقدر ترقم على المعلم بتاعك في العمر. تعالى خش له. تعرف تعمل 200 مع معلمك. اسمع مني خش على طول. يا عم خش له. يا معلم يا معلم ايه؟ انا جاي النهارده. طيب يا معلم يا سعيد عشان نحل الحوار ده. جاي لوحدك؟ جاي لوحدي. انا جاي عاوز احل. حل يا سعيد، تعالى اقعد. حاجه يا سعيد، عاوز احل الحوار ده. هو ضحك عليك يالا؟ هو ضحك عليا بس اعمل له ايه؟ هو دلوقتي ماسك جو الصعبانيات وعاوز يبني.
اديني البضاعه. باخدك البضاعه. هبل يا سعيد ولا ايه؟ مش هبل ولا حاجه يا معلم، بس شغل يعني 750,000 جنيه وتعلم على مدى ابو الرجاله. ده عايز يعلم عليا. يا اجيب الشغل يا ابني ابيعه. لا يا عم مش توصل للدرجه دي، هنحاول. عندك 750,000 جنيه هم وده مش عرس. هم مش ده عندي. عرس. ضحك عليك ودخلك في الحكايات ونصب عليا. وانا ما حدش عارف ينصب عليا. عشان كده ضربتك وقلت لك مالكش دعوه بالحوار ده وما تجيش هنا تاني، وجيت تاني. وعايز تخطف الواد. عايز تديني على قفايا يا سعيد. عماد ابو الرجاله يا سعيد. عليا الطلاق ما بقيتك في بيتكم دقيقه. انا قلت اللي انت ما تخطفش عيل صغير، بس لما لقيته وانت بتقول لي مش موجود جه قال ايه قدامك؟ جه فلوس بضاعه. يبقى انت ابن لا يا عم سهل. عشان تسمع كلام اي راجل خول زي ده. يا عم سعيد انا ليا بضاعه، يعني ليا فلوس. هتحل تعالى لي تاني، مش هتحل يا عم سعيد مالكش تاني. اخرها 750. امال ايه؟ انا بضاعتي ب 750,000 جنيه. يجوا وانا عينيا ليك. انا مش هنزل بلد غريبه يا سعيد واعمل كده غير ما يكون ليا حق. جه قدامك قال ايه؟ قال فلوس بضاعه. قال لك الكلام ده قبل ما يجي لك؟ لا اول مره اسمعه. يبقى يا عم سعيد بعد اذنك مالكش دعوه بالحوار ده. هينفع؟ ولا انت ليك ايه شوق في ايه؟ ليك شوق تبقى مع الواد؟ انا تتربط ليا مع شقه الواد؟ حل، انا ليا شقه حل. ليك شوق تتربط مع الواد؟ لا يا عم اللي بينا اكبر من كده سهل. يبقى ده مش اللي بينا عشان ما تجيليش تاني. يا عم اللي يحبني والكلام الفاضي دوت ما بحبوش. سيبنا اتصرف. انا ما بخش في حكايه يا اخلص الحكايه ملهاش لازمه ولا ليا فلوس. وخسرت كتير. خسرت ناس وبني ادمين. فانا ما ليش ثقه في حد. عليا الطلاق ماسك في اي حد من الرجال تاني. ما بثقش في اخويا. طيب يا معلم. قول يلا يا سعيد. سيبني وبعد اديني اذنك يا عم سعيد طب اديني مهله. ما تجيليش هنا غير ما يكون معاك الحل. يا الفلوس يا البضاعه. لو جيت لي هنا تاني يا سعيد هتزعل مني. طيب يا معلم. غورتك على الله. اعمل لي شهاده. ماشي يا معلم. فكر يا ابني. يا ابني 200,000 جنيه يا ابني. 200,000 جنيه لو اشتغلت مع معلمك لو اشتغلت مع معلمك طول العمر هيبيعك في الاخر ممكن يموتك. بقول لك 200,000 جنيه تاخدهم وقتي. يا ابني فكر. الله بس كنت راح فين؟ 200,000 جنيه. 200,000 جنيه لو كان معايا اكتر من كده كنت اديتهم لك. معلم الملايين. من 200,000 جنيه 200,000 جنيه مش هتعرف تعملهم معاه. اطلع بس. اه او لا. لا عشان انت راح فين؟ بس يا عم خلاص. معلم يا معلم. معلم بقول عايز ايه؟ لازم كان رايح معاك هنا. عايز تديني 200,000 جنيه. واد مين؟ كان رايح معاك هنا. سعيد؟ اه اه. قال لي اديك 200,000 جنيه وتعرفوا مكان الولد. طب بقول لك ايه اقعد يلا. هتسيب سعيد دلوقتي. بقول له انا سألتني عند المعلم بتاعي 200,000 جنيه. خلاص؟ وهيكلمك. ويكلمه قول له انا عايز 400,000 جنيه وانا هجيب لك الواد لحد عندي. سمعت؟ اصبر. يقول لنا عايز ايه؟
قول له قابلني واديك الايه؟ عايز منك 400,000 جنيه. بقى سعيد بيقول لك كده؟ اه. ماشي. الو. معاه سعيد. قال لي اللي انت قابلتني عند المعلم قلت له اديك 200,000 جنيه وتجيب لي الولد. لو عاوز تعرف الولد فين اجيبه لك. عاوز 400,000 جنيه. لا انا عاوز 400. عاوز تاخد الولد اجيبه لك تيجي تاخده وتجيب 400,000 جنيه معاه. اجيبه لك اقابلك على وش السكه النهارده. هتجيب ال 400,000 جنيه؟ ماشي. وهدي هتصل عليك تاني. ماشي. جمع لي الرجاله كلها. جمع لي الرجاله كلها. كلها. ماشي. رجالة. رجالة. معلم ايه هلا؟ كلنا حضرنا يا معلم. تعالى هلا. حاضر. يلا سعيد لا ضربت جاي نيمني ومشي واد ب 250,000 جنيه ولا 200,000 جنيه. الواد كلمه وقال له هجيب لك 400. الواد برضه هيكلمه الواد تاني وهيطلع بره يقابلوه. سعيد يجي لي والفلوس تجي لي. واللي معايا يجوا لي. الرجاله كلها تطلع معاك. يلا خد يلا. يا معلم. فين يا انا؟ نخرج لك اهو. يلا انجز انت هتضيع وقت. يلا يا عم المعلم بتاعك لو عارف هيموتنا يا عم. ايه ده؟ امسكوه. سيبه كده كده جاي. سيبه جاي. هو كده كده راجع. تعال انا ادي الشنطه دي للمعلم. اهم حاجه الفلوس جايه. جد ربي يشغل دموع علينا. انا نزل بالله احنا استفدنا بيهم وخلاص. نروح شغال وفي موجود. معلم جري جري بس خدنا منه الكم. جري. اه لا لو معاه شويه بهايم مش هيجري منهم. خدنا منه الكم. لو معاه شويه بهايم مش هيجري منهم. خدها ومجي تاني. ما يتحركش تاني. سمعت هو؟ حاضر يا معلم. فوقه. حاضر. يلا غرف كل واحد مكانه. حاضر. انا هنفهم بقى ان شاء الله.